السلام عليكم. اهلا وسهلا. غادي نجيو اليوم وغادي نحللوا المقابله ديال نصف النهايه ديال الرجال، ديال الابطال، ديال الاشبال، ديال جميع الاسماء الرائعه والرنانه. غادي نقولوا على هذا المنتخب ديال اقل من 20 سنه، منتخب اللي رائع جدا وبدون مجامله. ولينا كنتسناو فوقاش يلعبوا هاد الدراري هادو ونتفرجوا فيهم. دراري ورجال كما كنقولوا يستحقون كل الاشاده. المنتخب الوطني المغربي يلعب نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء على الساعة 9. الدومي فينال كيتعاود. هاد الدومي فينال كنا شفناه في كأس العالم الأخيرة، قطر 2022 فاش لعبنا مع المنتخب الفرنسي وداك البوليميك الكبير وكنا نقدروا نوصلوا النهائي. ثلاثة ديال المنتخبات، ثلاثة ديال الأطراف كيتعاود السيناريو ديال كأس العالم 2022، الأرجنتين فرنسا والمغرب. كرواتيا ولات بلاصتها كولومبيا. المهم الدومي فينال الاخر الارجنتين وكولومبيا، المغرب فرنسا. الدومي فينال ان شاء الله غادي نكونوا في الفينال كما توقعت نكونوا في الفينال وغنلعبوا مع الارجنتين وغادي نديو هذا اللقب هذا وبدون مجامله. المنتخب الوطني المغربي غيدخل بكل عزم، كل ثقه، كل قوه باش غادي يربح المنتخب الفرنسي. حنا داخلين باش نربحوا، حنا فافوري، منتخب اللي قوي. غندخلوا باش نفوزوا بهاد الدومي فينال ونفوزوا باللقب. هذا هو الاوبجيكتيف اللي مشينا عليه واللي غادي نحققوه. كنا لعبنا النهائي ديال كأس افريقيا اقل من 20 سنه نفس التشكيله وانهزمنا مع جنوب افريقيا. الان يلزمنا الفوز وعلى الاقل نكونوا وصيف بطل العالم. غادي نمشيو تدريجيا نحللوا المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي. كما كنشوفوا المقابله المنتخب الوطني المغربي مع نظير الفرنسي، نتمنوا كما كنقولوا ما نتشمتوش كما شمتاتنا فرنسا في كاس العالم الاخيره في قطر. كنشوفوا الباركور ديال المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني. كما يعلم الجميع فوزنا على المنتخب الكوري ب2-1، دزنا ربحنا المنتخب الولايات المتحده الامريكيه ب3-1، وحاليا كنلعبوا مع المنتخب الفرنسي. فيما فرنسا ربحات المنتخب الياباني اللي كان فافوري باش غادي يربح هذه المقابله هذه وفازوا ب1-0. ربحوا المنتخب ديال النرويج ب2-1. المقابله صراحه لا مجال مقارنه مع المقابله ديال المغرب مع الميريكان. فازوا ب2-1. تألق فيها اللاعب سيمون بوابر. هذا اللاعب هذا اللي لاعب جيد وما كانش لعب مع المنتخب الفرنسي في دوري المجموعات، التحق بهم في الماتش ديال الجابون والماتش ديال فرنسا. الماتش ديال فرنسا جوج الاهداف وكان متألق. هذا اللاعب هذا كاين انباء بانه هو الان كيلعب مع فريق نيوم السعودي، والفريق ديالو اعطاه كما كنقولوا غير هاد الفتره ديال جوج ديال الماتشات باش يلعب مع المنتخب الفرنسي ويرجع الفريق ديالو. نتمناو باش ما يكونش معنا، ما يلعبش ضدنا في المقابله ديال الدومي فينال. حنا اقوياء وفافوري بهذا اللاعب سيمون ولا بلا به. حنا فافوري وخصنا نربحوا المقابله، لانك فاش كتكون منافس وكتكون بغيتي تكون بطل راه خصك تلعب مع جميع لي كونديسيون، يعني مع الاقوياء، مع الناس اللي ضعاف، مع فرقه عندها ليكيب كامله، مع فرقه اللي عندها اعطاب. يعني ضروري البطل دائما لا يخشى العراقيل. المهم اللاعب سيمون هذا غادي نشوفوا واش غيلعب ولا ما يلعبش. كان انباء بانه قال لك رجع للفريق ديالو. وتفرجت في المقابله ديال المنتخب النرويجي. كتبان المقابله ماشي ديال الربوع، بحال شي مقابله ديال دوري المجموعات. المهم هذا هو الباركور كما قلنا الدومي فينال المغرب مع فرنسا. غادي نشوفوا لعبنا جوج ماتشات اميكال. كما كتشوفوا لعبنا مع نفس المنتخب قبل ما نلعبوا كاس العالم. خسرنا مع فرنسا جوج ماتشات، لعبنا وخسرناهم بجوج. خسرنا ب5-4 وخسرنا ب4-3. للاشاره شت هاد المقابله خصوصا هنا كنا رابحين ب4-2 ولينا خاسرين ب5-4 حتى الدقيقه 90. لا نفس الشيء مع هاد المقابله هذه. يعني هادو كان واحد الدوري ولعبنا معاهم جوج ماتشات اميكال. وهاد المقابله ايضا كان ماركا الزبيري وكان ماركا لاعب الرقم 10 ماركا جوج ديال الاهداف وخسرنا في الدقيقه 90 تقريبا 4-3. هذا الشيء اللي طرا لنا مع المنتخب الامريكي باننا خسرنا ب4-1 وتعادلنا 0-0. الودي كيبقى ودي ولكن الرسمي تختلف الامور.
واظن بان المنتخب الوطني المغربي يتاق في راسه حاليا، وما لا اظن بان فرنسا سوف تكون عقبه كبيره امامنا. المهم انا حاولت ندير واحد التحليل مبسط للمنتخب الفرنسي، وكذلك واحد كما قلنا مقارنه ما بين المنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي سجل 11 بيت، سجلنا حنا 9، حنا تماركا عندنا 4 هما تماركوا عليهم 5. كنشوفوا يعني معدل ديال كل مباراه كيسجلوا 2.2، حنا في كل مباراه كنسجلوا هدف تقريبا. تسديد على المرمى، يعني كنشوفوا بان المنتخب الفرنسي يعتمد على تسديدات. شفت في المقابله ديال لا ديال الجابون لا ديال النرويج كانت تسديدات من خارج مربع العمليات، وكذلك تسديدات من من داخل مربع العمليات، يعني كتكون دخول من ما كيلعبوش على العمق وكيلعبوا على الاطراف، لا على الجهه اليمنى لا على الجهه اليسرى. وشفنا مع المقابله ديال النرويج، شاهدت المقابله بانه خصوصا الجهه اليمنى يعتمدون عليها بشكل كبير. كيحاولوا يدخلوا بلون ا بلون بي دوزيام بالون، يعني كندخل وكنحاول نسونطري الدراري، ضربها الاول ولا ضربها اللي من موراه، ضروري كتكون واحد التسديده هي مؤطره هي خارج الاطار. المهم الا جاو يسدوا كما قلنا هنا التحليل ديال 5.8 تسديدات في كل مقابله، الا كانوا ضدنا غادي يسدوا تقريبا حتى 4 او 3، الا كانوا مؤطرين غادي يشكلوا عندنا خطر. كنشوف هنا تشتيت، يعني في كل مباراه 17 التشتيت، يعني كما كنقولوا طوع كره. حنا عندنا اكثر عدد مقارنه مع المنتخب الفرنسي. وهذا التشتيت هنا اللي هنا علاش جانا كثير، لانه خصوصا في المقابلات اللي لعبنا لا البرازيل لا اسبانيا لا امريكان اضطرينا باش نديروا هذا لو هذا، خصوصا مع المنتخب البرازيلي فاش كنا رابحين ب2-0 وسجلوا عندنا هدف، ولينا مطالبين باش نخرجوا كره ماشي كما كنقولوا بالكرافطه ولا دقه دقه من مربع العمليات، ولكن خصنا نطوعوها ونخرجوها ابعد مدى. الاشكال اللي عندنا هو هذه القضيه هذه، تلقي ضربات جزاء في كل مقابله. جميع الاهداف اللي تسجلوا عندنا في هذه الدوره كانوا من ضربات الجزاء، 4 ديال البينالتيات. الا جينا نشوفوا الاغلبيه ديال هذه البينالتيات هذو كيكون فيهم تهاون ديال المدافعين ولا خطا بليد. الغالبيه ما كاينش شي بيلانتي اللي كان زعما جوج تقريبا باليد، هذاك النهار معمر دفع اللاعب الاخر وكان فيها شويه ديال البوليميك. يعني 4 الاهداف من ضربات الجزاء. خاصنا نخدموا على هذه النقطه، وخصوصا حنا في واحد المسار اللي واحد المنعرج باش غادي نوصلوا ان شاء الله للفينال وغنديو اللقب. هذه القضيه ديال البيلانتيات ضروري من المدرب وبيخص يخدم عليها، خصوصا من الجانب الذهني، لان غتولي عندنا فوبيا في كل ماتش يبقى يتصفر ضدنا بينالتي. كنشوفوا التصديات، المنتخب الفرنسي عنده حارس ممتاز، خصوصا في المقابله ديال الجابون تقريبا احرز نقيط ديال 8.8 ودار اداء رائع. وكذلك في دوري ديال في المجموعات بان لي بان حارس متميز كي عنده لا كومونيكاسيون مع اللاعبين، حارس اللي واقف وكنظن بان التسديد من بعيد قليل فاش غيتسجل عليه، خصوصا انفراد خاصنا ضروري نستغلوا الانفرادات ديالنا. والحمد لله الزابيري ولا جسيم ولا معما كيجيونا بحال المنتخب الامريكي ضد المنتخب الامريكي، جاونا 3 ديال الفرص سجلنا. يعني عندنا لا فينيسيون في ملي كنوصلوا فاس للشبكه. كنشوفوا الاستحواذ على الكره، المنتخب الفرنسي ماشي من هذوك المنتخبات اللي كيخليك تلعب الكره، كيحاول يستحوذ على الكره. الا شفنا مجمل المقابلات اللي دار عنده 63.8، حنا عندنا 36.2. غادي نجي اندمجها مع المقابلات اللي لعبنا، لا مع المنتخب الاسباني الامريكي والبرازيلي ما يمكنش هاد المنتخبات اللي كتلعب كره. ما غادي نستثني المنتخب الامريكي، ولكن حنا درنا هذاك السيستم دو جو، عطيناه الكره وخليناه هو يسيطر علينا. يعني هاد الاستحواذ لا يعني باننا لا نستحوذ على الكره، ولكن النجاعه الهجوميه عندنا لا فينيسيون، هذا هو اهم شيء. الدقه في المباراه الواحده، كنشوفوا لي باس ديسيزيف، يعني التمريرات الجيده في كل مقابله. حنا 230 تمريره جيده، المنتخب الفرنسي 542. كندمجوها ما حد كتستحوذ الكره بزاف، ما حد لي باس كيكونوا كثار. الكره الطويله هي الكره الطويله
اللي كنلعبوا من مور ظهر المدافعين، ولا كذلك السونطراج فيهم سونطراج من الدفاع نحو الوسط ولا من الدفاع نحو الهجوم من مور ظهر المدافعين. كنشوف المنتخب الفرنسي 51% 23%، يعني 23 تمريره طويله بدقيقه في كل مقابله. المنتخب الوطني المغربي 16 الكره طويله. هاد لي تكنيك، هاد الاحصائيات كيبانوا للعديد من الناس بانها حاجه عاديه، ولكن المقابلات تربح في جزئيات، خصوصا في كاس العالم. المهم هذا ما كان عندنا فيما يخص الاناليز ديال هذه المقابله هذه، لا المنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب الفرنسي. عندنا اشكال، هو اللاعب معمر يغيب عن المقابله نظرا لتلقيه الانذار الثاني في المقابله ديال المنتخب الامريكي. انا كان عندي تحفظ على هذا معمر لانه دائما لاعب مهاري، يلعب رسمي مع اندرلكت، لاعب جيد وكتعطاه كيتعطاه الجانب الدفاعي اكثر مقارنه مع الزهواني كيطلع معمر، عمرنا ما شفنا معمر طلع وعاون. علاش؟ خصوصا الجهه ديالو فيها معمر كيقدم اداء رائع وكيدير الدور ديالو وكيرجع كيعاون معمر. الزهواني قدامه جاسم الغالبيه ديال اللحظات الى دخل معما جاسم كيحاول يكون هذاك المهاجم الوهمي. يعني عندنا الزبيري، ولكن هو كيكون بعض المرات وهمي، بان الزهواني كيطلع وكيعاون كيعاون الزبيري. هذه من جهه. معمر حاليا ما لعبش، اظن باننا غادي نمشيو بخطه ديال 4-2-3-1. لا اظن بانه وهبي غادي يغير النهج التكتيكي ديالو، ضروري غنلعبوا لالين ديال 4 ديال اللاعبين، 2 في الوسط، 3 والزبيري بوينت، وهذوك اللي زين كالعاده كيعاونوا الدراري. فاش كتكون عندنا كره كتحول الخطه ديالنا ديال 4-3-3 وكنرجعوا 4-2-3-1. اشاده كبيره بمعما، تمنوا كقائد الفريق يزيد يعطي اللاعب باعوف، الحارس المتميز عندنا بن شوش، لاعبين كلهم بدون استثناء لاعبين مهاريين، لاعبين جيدين. حنا فخورين بكم كما كانت النتيجه، ولكن نريد الكأس. دابا ولينا طمعنا، لاننا كنشوفوا تفرجت لا في المنتخب الارجنتيني ولا الفرنسي ولا الكولومبي ولا المغربي. اظن بانه المنتخب الارجنتيني قوي، ولكن هذيك ايطاب اخرى تنوصلوا ان شاء الله الفينال ونلعبوا ضد الارجنتين ولا كولومبيا ونهضروا عليهم. اما الى جينا نهضروا على المنتخب الفرنسي بكل حياديه، المنتخب الفرنسي ليس بهذاك المنتخب الرائع ولا ذاك المنتخب كما كنقولوا اللي غادي يخلق لنا مشاكل. نعم العديد من اللاعبين ديالنا كيعرفوا هاد اللاعبين وكيلعبوا معاهم فرنسا. المنتخب الفرنسي في غالب الاحيان كيلعب بخطه ديال حتى هو 4-2-3-1، كتتغير في بعض الامور. بعض المقابلات لعبوا 3-4-3، يعني دائما في الهجوم عندهم 2 مهاجمين 4-4-2 ولا 4-2-3-1 مع الاظهره ولا اجنحه اللي كيعاونوا. 2 المهاجمين دائما عندهم في المنطقه ديال مربع العمليات. غنشوفوا اللاعب سيمون اللي تالق في مقابله النرويج، واش غادي يلعب ولا لا؟ كما قلنا المنتخب الفرنسي اللعب ديالو شبيه باللعب ديال المنتخب الوطني المغربي، خصوصا الماتش اللي درنا ضد كوريا، بانها كنحاولوا نستحوذوا كنلعبوا الاطراف، لا معما لا لاعب لا الزهواني لا جاسم. هاد اللعب ينهجوا المنتخب الفرنسي، وانا لاحظته خصوصا في المقابله ديال النرويج بانهم الاظهره كيلعبوا عليهم بشكل كبير، خصوصا الجهه اليمنى بحال اللعب ديالنا حنا نعتمد على معما، هما نفس الشيء. الاهم هذا واحد الاناليز بسيط على القراءه ديالنا المقابله المنتخب الوطني المغربي اقل من 20 سنه مع المنتخب الفرنسي. نتمنى ان شاء الله، ديما كنقول هذا التفاؤل وكنجيو وكنحللوا ان شاء الله، غادي نجيو وغادي نحلوا كيفاش فزنا على فرنسا وكيفاش غنوجدوا الفينال. هذا تفاؤل وكذلك منطق، لاننا نتفوق على المنتخب الفرنسي. وكما كنقولوا نردوا الاعتبار لهذاك الدومي فينال اللي خسرنا معاهم مع فرنسا في كأس العالم قطر 2022. المهم نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في نصف النهائي ضد المنتخب الفرنسي. هذا ما كان عندنا. كوتش مهدي يحييكم، السلام عليكم.